الاهلي داس على وش الخصم النهارده واستعمل معاه الرأفة وما خلاش النتيجة تكتر تبقى 3 4 5 6. والبدر النهارده عرف ازاي يمشي الماتش بمزاجه ويخلي حسام حسن من بره الدنيا تولع معاه. الاهلي النهارده بدأ الماتش يعني هادي، يعني ما بدأش يطلع من قدام، ساب المصري يحاول يضغط عليه والاهلي يستعمل الكرات الطوليه، خصوصا ان بقى عندك لاعب زي ايمن اشرف بيعرف يلعبها وبيعرف يحضر الكره من تحت، بيعرف يطلع الكوره. كل ده الاهلي كان قافل خطوطه، كان المساحات في ظهر دفاعات الاهلي ما كانتش ظاهره، كل لعيبه الاهلي مع الاجنحه كانت بتعرف تغطي كويس جدا. شفنا حاجه مهمه جدا النهارده، التحركات الثلاثي النهارده كان بيلعب بلا مركزيه واضحه جدا للجميع. النهارده شفنا عبد الله السعيد تحت ازارو ساعات يروح اليمين، يروح يمين مكان مؤمن، واجاي هو اللي يجي مكانه، ومؤمن يتحول لجناح شمال. كل ده كان البدري مخطط له، واللاعيبه كلها كانت حافظه الموضوع وكانت بتنفذه بسلاسه كبيره جدا. قدرت توقف أجنحة المصري، وقدرت توقف كمان الباكات خصوصا محمد حمدي اللي هو أقوى عنصر عندهم، وعرفت برضه توقف خطورة فريد شوقي اللي بيعرف يبني الهجمة عندهم في الضغط اللي كان بيتم من عاشور ومن السولية. كل ده البدري نفذه النهارده، يعرفك ان الاهلي فايق جدا وان الاهلي راجع الدوري يخلص عليه من الدور الاولاني، وده هيحصل ومتوقعه ان شاء الله. عدي كده مع بعض على اللاعبين، والنهارده كل واحد كان تحليله ايه وكل واحد ادى ازاي والعيوب اللي لاحظناها في الماتش. هنيجي للشناوي. الشناوي بيثبت كل ماتش ان هو الحارس الاقدر في حراسه عينين النادي الاهلي. الشناوي ثالث ماتش على التوالي كلين شيت، والدفاعات مش كامله. يعني انت مثلا عندك اصابات ربيعه ونجيب، وبتلعب لسه كده بادئ سعد لسه بيرجع لمستواه، طبعا ايمن ده حاجه ثانيه هنتكلم فيها دلوقتي. ده يعرفك ان الشناوي بيجي عليه فرص وبيعرف ازاي يتعامل معاها، وده يوصل لك انك تبقى قاعد مرتاح. ان لو في هجمه، طبيعي في كره القدم ان مفيش فريق في الدنيا ما بيتعرضش لهجمات، ما بيتعرضش لفرص خطيره. فيبقى عندك حارس قوي يحميك من الفرص الخطيره ديت، انت بتبقى كمشجع قاعد مرتاح. كل ده جميل. نبص لاحمد فتحي. احمد فتحي النهارده يعني ادواره الهجوميه ما كانتش كبيره قوي، بس كان اجريسيف. احمد كان عنده يعني ايه، كان نشيط جدا وكان قوي جدا في التعامل، بس كان بادئ الماتش كان خايف شويه او مرتبك شويه، بس كمل الماتش على المستوى اللي احنا عارفينه عن احمد فتحي، خصوصا في الناحيه الدفاعيه اللي خلى محمد حمدي مش موجود في الماتش خالص. وده يشكر على احمد فتحي بصرف النظر عن الحته الهجوميه اللي كانت مؤمن كان بيأديها كويس، او اجاي لما كان بيروح قدامه كان بيأديها برده بشكل كويس. احمد فتحي قام بدوره. سعد سمير من الاخر، انا كاهلاوي عايزك يبقى انت اللي جنب حجازي في روسيا في كاس العالم. ده هتعمله ازاي؟ عايزين ادائك يزيد عن كده، عايز اداء اعلى من كده، تبقى شويه مركز، ما تبقاش متسرع، تبقى مركز انك تلعب على الكوره، بلاش تلعب على جسم اللاعب، بلاش فاولات كتير، بلاش السرعه انك تهجي تروح كده للكوره وتسيب مساحه في ظهرك كده. كل ده بيسبب خطوره على مرمى النادي الاهلي. عايزين سعد يرجع زي الموسم اللي فات وهترجع. ايمن اشرف ده حكايه لوحده. ايمن اشرف باك شمال وبيلعب مساك، طبعا لعبها مع سموحه، بس مميزات ايمن اشرف اكبر من ربيعه او نجيب او سعد. ليه؟ ايمن اشرف بيعرف يطلع بالكره من تحت، وبيعرف يلعب الكره الطوليه، وكمان بيعرف يلعب براسه كويس جدا، وبتستفاد بيه لما صبري رحيل بيزيد قدام. طبيعي ان واحد زي ايمن اشرف لما هيغطي على باك شمال بالنسبه له المركز مش غريب. صبري رحيل بدأ الماتش شويه متوتر، بس النهارده صبري رحيل لعب ماتش كويس. بس ايا كان اداء صبري رحيل، علي معلول ده مكانه. صبري رحيل يشكر على ادائه ولعب اكتر من عرضيه، بس ما يسرحش، بلاش السرحان والكرات اللي بتتلعب في ظهره. عاشور والسوليه مع بعض كده سريعا، يعني ارتكاز النادي الاهلي، المحاور فعلا ان الاهلي بيسند عليها، خصوصا عاشور اللاعب اللي لما يكون الاربعه الاماميين متقدمين ووراهم السوليه كدور بوكس تو بوكس بيلعبوا فبيزيد قدام، عاشور بيبقى هو الحامي للحته دي كلها، بعرض الملعب كله بيغطيه. السوليه بيرجع لمستوى اللي احنا عارفينه ايام الاسماعيلي، والمستوى المميز جدا خصوصا في الزياده العدديه، وعايزين كل ماتش 5 6 7 تسديدات على المرمى، مفيش مشكله بس تسدد. الخط الامامي اللي احنا اتكلمنا فيه في اول الحلقه، عبد الله اجاي
مؤمن. الثلاثه دول النهارده كانوا بصراحه في اعلى وفي قمه مستواهم. مش ظاهر لبعض الناس ان عبد الله بيشوط وبيقلش والكلام ده وساعات بيخطأ، لا عبد الله النهارده فعلا كان دوره مهم جدا جدا، خصوصا لما كان بيتحول جناح شمال واجاي يجي مكانه في التغطيه اللي بينزل جنب صابر رحيل وبينزل يدافع جنبه. مع البدري اي جناح مش هيرجع يدافع، مع الباكات مش هيبقى اساسي. شفنا احمد الشيخ لما نزل ما كانش بيرجع، او ما تقيمش، ما اقدرش اقيم احمد الشيخ ومتعب. المهم جدا هنا اجاي لاعب مهم جدا في الفرقه، سواء في عمليه التحضير للهجمه او عمليه ان هو يبقى محطه او عمليه لما يبقى جناح والباص بتاعه في ظهر دفاعات الخصم. كل ده النهارده شفناه مع مؤمن، طبعا تحركاته رهيبه جدا. اتمنى ان هو يحسن الفينش بتاعه اكتر ويبقى وليد سليمان كالعاده. يعني وليد سليمان لعيب مهم جدا في الاهلي، لعيب ما ينفعش تستغنى عنه، سواء اساسي ويطلع مثلا من الدقيقه 60 او احتياطي وينزل من الدقيقه 60. وليد سليمان التغيير الاول ليك دايما لما يبقى على الدكه، بتعرف تلاقي له حلول. وليد سليمان لما بيلعب جناح، شفت انت القطمه بتاعت الجون ده يصنف احد افضل الاهداف اللي الاهلي سجلها في موسم كامل، اللي هي بص سنه 2017 دي كلها. الجون ده يصنف احد افضل الاهداف اللي جت، اكتر من باص قصير وتحضير وتحويل مجرى اللعب من اليمين للشمال عشان تفتح مساحات لعب والكره توصل لعبد الله السعيد، ويجي وليد سليمان من اقصى اليمين للقلب ويوقف الكوره وبشماله جوه الجون. لا جون فعلا يعني يعرفك قد ايه الاهلي مركز، يعرفك قد ايه ان الاهلي كبير في عز الانتخابات كلها. البدر قافل على فرقته واللعيبه مركزه جدا ومش شاغله بالها بالانتخابات اصلا. الاهلي ماتش ورا ماتش بيعرف الكل ان هو هيدوس على اي فريق هيقابله. الاهلي 4 ماتشات مؤجله هيخلصهم، الاهلي هيبقى الاول، الدور الاولاني طبيعي هيخلص، في اخر ماتش هيبقى ماتش المختلط الاهلي هيخلص عليه، يبقى خلاص الدوري خلص. الاهلي يبدا يحضر ويبدا يوقف لعيبته كويس، تحضير لمنافسات دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي، عشان الاهلي البطوله دي لازم الاهلي ياخدها، مفيش حل غير كده.